كنت جالس فجاءتني فكرة إنه إيش بيصير إذا وصلت الكهرباء ولمست بين الأسلاك، وفجأة تذكرت إنه في عام 1890 كان في شخص يجمع الناس ويجيب الحيوانات ويصعقها بالكهرباء قدامه. هذه ما كانت وحشية عبثية، بل كانت جزء من أهم معركة علمية في مجال نقل الطاقة. الشخص هذا هو توماس أديسون. أما ليش بيسوي كذا؟ فهذه كانت جزء من حملة لتشويه التيار المتردد اللي نيكولا تسلا كان بيحاول يقنع الناس أنه أكثر كفاءة في نقل الطاقة. توماس أديسون ما كانش مقتنع أن التيار المستمر أكفأ في نقل الطاقة فعلا، لكنه كان قد بدأ بالاستثمار في نقل الطاقة عن طريق التيار المستمر. طبعا في نهاية المطاف كسبت فكرة نيكولا تسلا الثورية ببساطة لأنها أكفأ. مع ذلك مات فقير ومعدم. هل أنت من الناس اللي بيفكروا نيكولا تسلا دفع ثمن انتصار فكرته في وجه الرأسمالية؟ اكتب لي في التعليقات. سلام.